لما حد بيقولك كلمة كسولة بيكون أول إحساس بيجيلك هو الشعور بالذنب. بتحسي إنك مش بتعملي حاجة وإن الناس شايفينك مقصرة. بس خليني أقولك حاجة مهمة جدا، الكلمة دي مش دايما معناها إنك مش بتعملي حاجة. أوقات بيكون معناها إنك مش قادرة، مش إنك مش عايزة. وفي فرق كبير جدا ما بينهم، بين الكسل الحقيقي وبين التعب النفسي أو الجسدي أو الذهني. أوقات بنكون محملين زيادة عن اللزوم على نفسنا، شغل، مسؤوليات، ضغط، تفكير، مقارنات. ولما بنقف شوية ناخد نفسنا الناس بتفتكرنا بنكسل، بس الحقيقة إحنا بنحاول نعيش، مش بنهرب. لو كلمة انت كسولة دي اتقالت لك كتير، بيبدأ جواكي كده صوت صغير يقولك هو أنا فعلا كسولة. ودي أخطر من أي كسل جسدي، لأنك بتكسلي عن الحلم وعن الخطوة وعن المحاولة. الصوت ده مع الوقت بيدمر جواكي الحافز، بيدمر الحماس، بيخليكي تشوفي نفسك دايما من منظور حد تاني. ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن مفيش حد يعرف مجهودك الداخلي غيرك انتي. مفيش حد حاسس بعدد المرات اللي قمتي فيها رغم تعبك أو كملتي رغم إنك كنتي بتبكي في سرك.